السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في انه في الفيديو. ومازالين مكملين في السلسله ديال الكريمات. واخيرا لقيت واحد القنيت اللي هو الطارون ممكن نصور لكم فيه وهكا ما تسمعوا لا صداع لا والو. مهم كي قلت لكم باقي مكملين في السلسله ديال الكريمات ولا السلسله ديال المراهم او البومادات الخاصه بالعلاجات الجلديه ولا المهم خاصه بالعلاجات الجلديه. بالنسبه للكريم ديال اليوم فمهم دايره ضجه كبيره، البنات تسقساوني عليها في انستغرام بزاف. مهم لا بوماد ولا لا كريم، هي هذه راه ماشي كريم ماشي بوماد، راه بوم صافي. هي هذه سيكا بلاست بوم بي 5 كيف ما ديما يمكن راه كتبان بالمقلوب، غادي نحاول نكابتشريها ونخليها لكم هنا. المهم شنو هي هذه، شنو هما الناس اللي يقدروا يستعملوها، شنو هما الحالات اللي كننصحوا ان الناس يستعملوا فيها هذه. اذا بغيتوا تعرفوا هذا الشيء كنبغي نخليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو، غير قبل ما نكون شي ما تنساوش انكم تشتركوا معايا في القناه، تفعلوا زر الجرس وتضغطوا لايك بطبيعه الحال اذا كيعجبكم الفيديو اللي كندير، تبارطاجيوهم مع احبابكم هكا تعم الفائده. خليكم معايا حتى الاخر. المهم فبالنسبه للبرودوي ولا المنتج ولا هو هذا سيكا بلاست بوم بي 5. الثمن ديالها في البارا كدير 135 درهم، هذه 100 ام ال يعني 100 مليلتر. صغيره كدير 100 درهم، هذه في الفارماسي كدير 200 درهم، والصغيره ديالها اللي هي 50 كدير 150 درهم. فبالنسبه ليا خذوا الكبيره احسن، كطيح اقتصاديه هكا 200 درهم وفيها 100 مليلتر. صراحه يعني اقتصاديه بزاف، والاهم من ذلك اللف ديالها اللي كدير او المفعول ديالها السحري الغريب والعجيب على البشره. بالنسبه للناس اللي يقدروا يستعملوا هاد لابومات شكون هما، هي صالحه لجميع انواع البشره، يعني البشره الدهنيه مختلطه جافه حتى الحساسه كذلك كتقدر انها تعالجها. دواعي الاستعمال كنقدروا نبداو نستخدموها. وبالنسبه للفئات العمريه كي كنقول لكم ديما مهم من الصغار مراهقين حتى للناس الكبار، حتى للناس اللي اجي او المتقدمين في السن ممكن انهم يستخدموها بكل امان، ما فيها حتى شي مشكل. المكونات الرئيسيه ديالها هي البانتينول او لا فيتامين بي 5، لا ماديكاسول ولا ماده مرممه ولا كتعاوني على التجديد ديال خلايا ديال البشره، اعاده الترميم ديال الخلايا المتضرره. في بعض الحالات انا نقول لكم شكون هما. وواحد الماده واحده اخرى، الماده الثالثه راه نسيتها. المهم الماده الثالثه اللي هي تريبيوما. المهم الدور ديالها الرئيسي هو الترميم، الترطيب، المحافظه على الترطيب داخل البشره. امتى ممكن ان احنا نقدروا نستخدموها، نقدروا نبداو نخدموها حنا بوحديتنا، يعني ناخذوها كنصيحه شخصيه انا كبنت ولا كامراه ولا كراجل. كتنشف ليا البشره ديالي، بغيت شي كريم اللي كتولي ترطبها لي ولا تعدلها لي دورون لا جورني ولا بوندون زعما النهار كامل. شي حاجه اللي كنديرها في الصباح ونقدر نمشي بها النهار كامل بشريطه اني لا خدمتها للوجه، يعني ندير من فوق منها اني فون سولير ولا واقي شمسي. كي قلت لكم ممكن انني نبدا نخدمها بوحديتي، يعني نصيحه شخصيه. بغيت واحد لو برودوي اللي يقدر يلطف ليا البشره ديالي ما قاسيش على البشره، شي كريم اللي كنرطب به النهار كامل، صالحه بعد البلايص اللي نقدر انني نديرها فيهم، صالحه للوجه، باقي اعضاء الجسم، الشفتين كذلك كنرطبوا بها الشفتين. يفضل انني ما نقيسش بها غير المحيط ديال العينين، يعني نبعد على الكونتور زيو فقط لا غير. كي قلت لكم نقدروا نبداو من وحدين نخداوها كنصيحه حتى الحالات المتقدمه اللي حنا كننصحوا بها. في حالات ان حنا مثلا متبعين مع اخصائي جلدي ولا طبيب جلدي، يعني كنخدمها كتكون مع واحد التريتمون. مثلا كتقدر ترافق ليا لي تريتمون انتي اكنيك ولا المضاد للحب، يعني العلاجات اللي كتكون كتحيد ليا الحبوب ولا حب الشباب ولا داك لاكني سيفير ولا الحب المعقد ولا الكبير ولا اللي ما كيبغيش يتحيد، هذيك كتقدر ترافق ليا داك العلاج. كتقدر ترافق ليا كذلك لي تريتمون اونتي بيرفيكسيون ولا اونتي تاش، اللي يعني العلاجات اللي كتكون كتحيد ليا لا تراس ولا كتحيد ليا التصبغات في البشره، ممكن انني نرافق بها. انا نقول لكم الطريقه ديال الاستعمال. الحاجه الثالثه ممكن انني نرافق بها علاج خاص بازاله التقرحات الجلديه ولا لي ديرماتوز ولا الجروح الجلديه. الحاله الرابعه انني ممكن تكون كترافق ليا علاج مضاد للحروق ولا شي بلاصه اللي كتكون لا يحفظ التحرقات كنكون كنعالج بها. المهم 4 ديال الحالات سيت لكم، يعني كتمشي ليا مع تريتمون انتي اكنيك ولا مضاد الحب. المهم تريتمون انتي اكنيك، تريتمون انتي بيرفيكسيون، تريتمون انتي بريلور، واهم من ذلك والاهم من ذلك لو تريتمون انتي سيشخاس او لا مضاد للجفاف ديال البشره. وكي قلت لكم الجروح في حاله ما اذا كنت بغيت نحيد لا سيكاتريس او لا جرحه. شوفوا انا راه بديت كنخدم هذا، وعلاش راه عندي هذه راه استعمال شخصي ماشي يعني غير جبتها نصور بها وصافي. فمهم كنت تدحت في الباب، ما عرفتش واش كيبان لكم هكا.
عرفتي دوك الناس اللي كيفيقوا مركزين بزاف في الصباح هما انا شخصيا. صافي العتبه المهم كيبان لي راني وصلت، هي ما وصلتش، المهم كنضرب نيشان، كنزدح نيشان في العتبه، وكانت تحلات هذه بزاف. المهم باقي عندي شي تصاور، اذا بغيتو من بعد نتشارك معكم في هكا باش تشوفوا قبل وبعد ديال لي في ديالها. المهم ممكن انني نحط لكم دوك التصويرات في انستغرام مرحبا. وكي قلت لكم الطريقه ديال الاستعمال، فاذا كنت بغيت وممكن واحد الحاجه واحده اخرى، يعني انا ما عندي حتى شي مشكل في هادو، ما ناشفه بشرتي، ما عندي جروح، ما عندي حروق، ما عندي لي طاش او الاثار ديال حب الشباب، ما عندي والو، بغيت ناخذها نعتمدها ككريم ندخلو يعني في روتين العنايه ديالي بالبشره، ممكن شريطه اني غنبدا نخدمها مره واحده من الليل، حيت ما عندي حتى شي مشكل اخر، حيت الصراحه هي لا ريباراسيون ديالها ولا الترميم ديالها راه قوي بزاف، مجهد بزاف، يعني واحد كناخذ واحد الكميه اللي هي صغيره قد الحبه ديال الجلبانه، حبه البازيل لا بحال هكاك، ممكن ندير واحد الكميه اللي هي صغيره وكنوزعها وكنخدمها كسليبين ماسك او لا ماسك ليلي للنوم. المهم نغيباغي به الوجه ديالي الصباح، ممكن انني نغسل ندير لي كرون ديالي عادي، اولا ندير شي كريمه واحده اخرى اللي هي لا تيكستور ديالها ولا التركيبه ديالها اقل ماشي لزوجات، هي ثقيله، هي ثقيله شي شويه، راه دايره بحال لي كرون تقريبا. ممكن ديك الساعه الا ممكن كانت كتلطف معكم ولا كتجي معكم، المهم هي دايره بحال هكا. المهم صراحه هي راه ثقيله شي شويه بحال ليكرون، وكتعطي واحد لابونمين. نسيت ما قلت لكم انا الصراحه راه هي اللي دايره دابا ودايره غير فاراجو، يعني المهم فاراجو ما دايرش يعني شي فون دو تان ولا شي حاجه. الصراحه كتعطي واحد لابونمين، كتعطي واحد لاكلاف لابول اللي واعره بزاف. شوفوا يدي قبل وبعد، نحاول ندير هكا باش تابسوربا، شوفوا الفرق ما بين هاد اليد وهاد اليد. صراحه شي حاجه اللي واو غزاله، الثمن ديالها جد مناسب، كتدي لكم بزاف بيسك ان راه فيها كميه اللي هي كبيره. نتمنى ان المعلومه تكون وصلات بالنسبه للبنات اللي كانوا يسولوني. المهم قلت لكم هادو هما دواعي الاستعمال، الا كنتي وحده منهم هذه هي علاش تقدري تخدمي هادشي كبلاص هادي وماشي شي حاجه اخرى. وباقي ان شاء الله نكمل معكم السلسله ديال لي بوماد والكريمات الخاصه بالعنايه بالبشره. قلت لكم هادو هما الدواعي ديال الاستعمال. بالنسبه قلت لكم البنات اللي بغاو ياخذوا ديك لابونمين ويرتبوا ويدخلوها في الروتين فمره واحده من الليل. بالنسبه للناس قلت لكم اللي كيعالجوا ولا كيهدفوا انهم يحيدوا ديك لاطراس ولا ديك لا سيكاتريس، هي صراحه راه كيخصها استعمال مدوم. الصراحه اي حاجه راه خصها المداومه. بالنسبه لهذه فكتبدا ليفي ديال الخدمه ديالها كيبان ابتداء من 14 الاستعمال صافي. يعني مثلا كنت منتظمه من الليل يعني 14 يوم تبان لي النتيجه، كنت كنحيد كي قلت لكم لا سيكاتريس ولا كنرافقها بواحد العلاج واحد اخر، فالا كان دوز ابليكاسيون باغ جور ولا جوج ديال الاستخدامات في النهار فابتداء من السيمانه غتبان لي الريزولطا. المهم نتمنى ان احوالكم تكون طيبه وتكون هاد لا فيديو غتلقاكم ان شاء الله في اتم الصحه والعافيه، وخليت لكم راحه الله وسمحوا لي على الغبور وخليت لكم راحه الله. نشوفكم فيديوهات وحدين اخرين.